دلوقتي في تونس العاصمه وسالت الناس في الستوريز اروح فين، وجالي التعليقات دي. فانا هروح الاماكن اللي قالوا لي اروح. ما عنديش وقت كتير، نص يوم تقريبا، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في النص يوم. نبدأ بالمكان اللي ناس كتير رشحته لي، بلفيدير زو، وبدأت بيه لأنه كان الأقرب من المكان اللي أنا كنت قاعدة فيه. دي حديقة الحيوان من بره، عاملين ليك لذيذة جدا ومش فارقة طبعا عن الهايد. دخول الزو نفسه كان ب2 دينار أو على قولة التوانسة 2000 مليم. طبعا كان فيه صراحة تشكيلة كويسة قوي من الطيور، حبيت قوي النعام الوردي والديوك، بس أروش حاجة في الحديقة بقى كان القرد الدماغ قوي ده. بيج كبيرة الزو. شفت كمان رشيدة معزة بكار وحبيتها وقلت لها ممكن اخد معاكي سيلفي، وده كان رد فعلها. كلهم مشي وسابوني طبعا، مش مشكلة، بس هم كيوت زي ما انتم شايفين. وشفت طبعا ملك الغابة اللي خيالنا رايح جاي. كده خلصنا حديقة الحيوان او بلفيدير. تاني اكتر مكان الناس اقترحته عليا اني اروحه هو المتحف باردو، وده تاني اكبر متحف في افريقيا بعد المتحف المصري في القاهرة. خلينا نخرج من حديقة الحيوان، ان شاء الله اعرف اخرج لاني دايما متعقده اني ما بعرفش اخرج من جنينه الحيوانات، تهت فيها وانا صغيره. هنا نخرج ونروح الديستنيشن تاني. واخيرا وصلت المتحف برضو اللي جالي تعليقات كتير قوي اني لازم ازور. المتحف ده كان اسمه زمان لو ميوزي علوي، لو تابعتوا ستوريز الانستجرام اكيد شفتوا تفاصيل المتحف. المهم انا دخلته ب 13 دينار. يلا بينا ندخل نستكشف المتحف سوا. المتحف ده اكبر متحف للموزاييك او الفسيفساء في العالم. شوف معايا الارض والحيطان كل دي موزاييك او فسيفساء. انا واقفه على فسيفساء، كل دي قطع صغيره من الرخام اللي متجمعه زي ما الورقه دي بتقول. اشتهر بالفسيفساء دي العصر الروماني. تعال اعمل لك زوم على التفاصيل عشان تعرف قد ايه الموضوع مبهر. وتخيل الحاجات دي متحافظ عليها من الافات السنين، والمتحف متقسم لعصور. اللي هنشوفها دي للدوله الفاطميه اللي عندهم المذهب الشيعي بدايه من القرن العاشر قبل التوجه لمصر لتاسيس القاهره المهديه. غرفه العصر الفاطمي كانت حلوه قوي، وشفت فيها العملات القديمه بتاعه العصر الفاطمي. ومش كده وبس، ده في حاجات تانية زي الاطباق اللي كانوا بيستخدموها، وطبعا الطبق الشهير ابو عين زرقاء للتحصين من العين. تاريخ تاسيس القاهره المهديه، واللي ما يعرفش الفاطميون اللي مشوا من تونس من المهديه هم اللي راحوا اسسوا القاهره المهديه، حتى عملوها على نفس الطراز المهديه هنا في تونس. عاصمه مصر كانت الفسطاط قبل ما الفاطميون يروحوا ويأسسوا القاهره المهديه. وبعد كده القاهره بتبقى عاصمه الدوله الفاطميه الدينيه والثقافيه الاداريه. وبرده في العصر الاسلامي هتلاقوا المصحف الكوفي موجود في المتحف، وفي كمان القاعه اليهوديه اللي هتلاقوا فيها الفن المعماري اليهودي اللي معمول بالفسيفساء برده، وفي كمان الطقوس الدينيه. وفي الغرفه المسيحيه برده كان فيها تفاصيل كتيره جميله. ومن الواضح ان الفسيفساء دي كانت بتستخدم على قبور الشهداء ورجال الدين والناس اللي في مكانه اجتماعيه عاليه. اخر حاجه هنشوفها دلوقتي هي من العصر العثماني، ويمكن دي اكتر حاجه موجوده لحد دلوقتي في البيوت في تونس، وبنشوفها كتير قوي في سيدي بوسعيد وفي العاصمه وفي اماكن تاريخيه كتير في تونس. انا بجد مش مصدقه ان انا ماشيه في وسط الحاجات الجميله قوي دي، كاني وقعت في صفحه تاريخ او ان انا بجد ماشيه جوه لوحات فنيه. المتحف ده بيس اوف ارت. دلوقتي جه الوقت اللي هخرج من صفحة التاريخ واخش على الحاضر. اوكي خلصنا المتحف ورايا اهو، بصراحة يستاهل الزيارة. شكرا جدا لكل الناس اللي قالوا لي اروحه. جه وقت الماكلة، خلينا نشوف اقتراحاتكم بتقول ايه. يلا. اخدت الطريق او شديت الثنيه وطلعت على جمرت، ودي من الاماكن اللي جميله جدا في العاصمه واللي بتبص على البحر عدل وفيها اماكن ومطاعم تحفه. بس انا هروح للمكان اللي انتوا اقترحتوه عليا في الكومنت. الحقيقه لما دخلت حسيت ان فانزاتي حقيقي مظبطين، عملوا لي بلان لليوم ولا اروع. شايفين الفيو عامل ازاي؟ تعالوا اوريكم المكان من جوه كمان. المكان كبير جدا من جوه، حطيت لكم تفاصيله في الستوريز، بس خليني اقول لكم اني اكيد قعدت بره ان لا يعلى على فيو البحر. وانضم الينا دلوقتي في الجوله صديق البرنامج. الاكل الصراحه كان فرنجي مش تونسي، وبورشنز الفاين دايننج اللي احنا كلنا عارفين. عجبني التاتش البيستاشيو اللي على السامن ده، بس ما عجبنيش ان هم ما كانوش جنرس في الانتري ولا الحاجات اللي اتعودت تنزل في تونس زي الهريسه والحاجات اللي بتنزل في كل المطاعم دي مهما كانت انترناشونال. وطبعا كان لازم ادوق من اكل سيف عشان اتاكد ان انا خدت القرار الصح، واكتشفت ان بتاعي احلى كده اكل وانا مرتاحه. طبعا الدنيا ضلمت وبقت تلج، بس شوف معايا الفيو كان فول مون النهارده. الوقت اللي كان متحدد ليا في تونس كان خلاص قرب يخلص، فقررت اختار مكان واحد كمان من اللي انتوا بعتوهولي، القهوه العاليه، عشان نحبس بقى. المكان في المرسى، والمرسى من الاماكن الراقيه اللي فيها اماكن كتير قوي للفسح في تونس. فاكرين معمار العصر العثماني اللي شفناه في المتحف؟ اهو موجود في القهوه. وانا قررت اني اقعد في الجلسه الرايقه قوي دي. ومش بس كده، قررت كمان اني انهي اليوم بكاسه تيه بالبندق، وده شاي تونسي عليه صنوبر. وسيف اخد شاي باللوز، بس معلش هنعلمه ازاي يشرب. المهم ده كان ختام اليوم، وفعلا ختامه مسك. شكرا بجد لكل الناس اللي ساعدتني اقضي يوم حلو قوي زي ده في تونس.